السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات روتين كده في المطبخ، وكمان شوية مشتريات كده بسيطة. نزلت جبت كده شوية منظفات كده، كانوا ناقصني فجبتهم كده وقلت ان انا اصورهم معاكم عشان اعرفكم الاسعار اللي انا اشتريت بيها. بصي يا بنات، انا كل شهر بنزل مثلا اجيب حاجه مثلا تكون ناقصاني. يعني انا مثلا جبت الشهر ده جيركن مثلا، بريل، اللي هو الوفير ده. ممكن الشهر الجاي محتاجش بريل، ممكن مثلا يكمل معايا شهرين، يكمل معايا شهر ونص، اجي اخر الشهر التاني واروح مكمله جايبه مثلا ايه، اللي هو البريل اللي بيتباع بالكيلو كده، السايب. وهكذا بكمل يعني. بس فبعرفه نفسي ان انا عايزه ايه وايه اللي ناقصني، واروح اشتريه. بصي هنا كده، اول حاجه يا بنات جبت ديت كرتونه اوكسي. الكرتونه ديت فيها 24 كيس، الكيس اللي هو الصغير تقريبا الكيس 70 جرام. انا كنت بشتريها الحجم الكرتونه دي، بس كان بيبقى فيها 12 كيس بس، وكان بتبقى عامله 55 جنيه. بس دلوقتي اللي هي الكرتونه اللي فيها 12 كيس اتلغت، وخلوها 24 كيس ب110. يعني كانهم عملوا كرتونتين في كرتونه، بيوفروا في الكراتين يعني وكده. بس فانا جبت الكرتونه ديت، هي انا في الشهر كنت بشتري كرتونتين. فلما لقيت ديت ورحت جبتها وقلت تكمل تقعد معايا الشهر كله. كمان جبت كده كيلو معطر. المعطر ده معطر ملابس، مش داوني، يعني هو حاجة كده مختلفة عن الدوني. فحبيت ان انا اجيبها ويعني واجربها وكده واشوف ريحتها يعني. بس انا حاسه ان ريحة المعطر ده احلى كمان من الدوني. الدوني خلاص اتعودنا عليه وكده، قلنا نجيب الجديد بقى. بس وهنا كده ديت لفة الصابون ديت كانت 4 صابونات، كانت عاملة 40 جنيه. بصوا، لفة الصابون في الأول كنا بنشتريها كان بيبقى فيها 6 صابونات، دلوقتي أي لفة صابون 4. وكمان غلت يعني بقت سعرها الضعف. يعني ديت أنا جايباها ب40. كمان جايبة كيلو المعطر ده يا بنات. ده معطر أرضيات، نمسح بيه يعني كده، نحطه منه في مية المسيح. الكيلو كان عامل 5 بس ريحته، والله العظيم ريحته تحفة. بريحة الأناناس، ريحته حلوة خالص يعني. فانا جبت كيلو كده وقلت ايه، بعد لما يخلص يعني كده ايه اجيب منه تاني. كمان جبت يا بنات جيركن وافير، اللي هو تقريبا 4 كيلو. جبته كده. انا بحب استخدم وافير على طول يعني. انا اسفه، عندي دور برد. انا بحب استخدم كده وافير على طول، فبجيبه كده مثلا كل شهر او كل شهرين مره يعني. بجيبه شهر ايوه وشهر لا. بيقعد عندي يعني ايه فتره، لان هو البريل بتاعه حلو وبيقعد يعني وبينضف، والله العظيم جميل. جبت دوت الجيركن ده كان عامل 55. المكان اللي انا اشتريت منه قال لي هو بيتباع بره ب60، بس الله اعلم، انا معرفش والله، ما سالتش عليه يعني وكده. بس هو قال لي بيتباع ب60 بره، بس طبعا هو عايز يعمل زبائن وكده فايه، آه، فبيرخص الحاجه بتاعته يعني وكده. فباع جبت الجيركن دوت ب55. ده كده عينة كده صابون او بريل مواعين. ادهم لي كده، قال لي خدي جربيهم عشان خاطر هو المكان ده لسه فاتح جديد، فعايز يعمل زباين يعني وكده. فقال لي جربي الصابون ده، ممكن يعجبك كمان، والكيلو هيكون اوفر لك. يعني لو هتاخدي مثلا 4 كيلو ب40، احلى من ان انت تاخدي جيركن مثلا وفير ب55 او ب60. فقال لي خدي جربيه، ولو عجبك تبقى تيجي ايه تاخدي منه يعني وكده كل شهر. بس كده. وكمان كنت اشتريت سلك مواعين، اللي هي سلكة البلد بتاعتنا ديت. اشتريت 8 كيلو ب8 جنيه. انا بحب اشتري كده من وقت للتاني عشان خاطر بيوجد عندي يعني وكده، بينفع في الحاجات الالومنيوم وكده. دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها يا بنات، فحبيت ان انا اشاركها معاكم عشان خاطر اعرفكم الاسعار اللي انا اشتريت بيها. خلاص كده، بعد ما خلصت كده الحاجات اللي انا اشتريتها، فنزلت كده على الضرفه اللي من تحت ديت بتاعه المطبخ. هي اللي بحط فيها المنظفات. فضيتها، هي ما فيهاش اي حاجه لان انا كل شهر بنضفها. كل شهر بجيب حاجه كده، اروح مفضيها مسحها مسحه حلوه، وبعدين اروح ارص الحاجه بتاعتي ايه فيها. بجيب الحاجات مثلا اللي انا لسه شارياها بخليها من تحت، واللي كانت عندي مثلا بواجي من الشهر اللي قبلها بخليها هي اللي من فوق، عشان ايه تكون هي اللي ايديا فيها او هي اللي بستخدمها.
بصي يا بنات، انا كان عندي اريال من فتره طويله، يعني من قبل المقاطعه والكلام ده كله. عندي الكرتونه ديت لسه لسه عندي يعني فيها بواقي يعني وكده. وكان عندي بريل، وكان عندي كم 3 قطع من الصابون. برضو، بس انا حابه ان انا يعني ايه اكمل عشان خاطر ما يبقاش الحاجه ما تخلصش مني وزي ما انتوا عارفين بيكون اخر الشهر بيكون صعب شويه. بس كده رتبت الحاجات بتاعتي اللي انا جبتها، وحطيت المنظفات بتاعتي في مكانها. وكمان اللي هو المعطر بتاع الارضيات حطيته، ما كانش عندي اجزاء زي مثلا ان انا افضي فيها وكده، رحت جبت برطمان وفضيت في البرطمان. قلت برضو البرطمان حلو ومحكم الغلق يعني وكده. بس كده وطلعت كده هنا على الشفاط عندي بصراحة متبهدل على الآخر. البخار كله طالع عليه، لأن البوتاجاز تحته على طول. فبصراحة بيتبهدل، يعني عايز كل شهر يتغسل. أنا وريتكم شكل الشفاط متبهدل يعني، وفي كمية الدهون اللي عليه. بس أنا برضو مش هغسله غير الجزء اللي هو من جوه بس، عشان أنا بصراحة مش بعرف أفكه خالص. وعشان افك الشفاط لازم الضلفه كلها تتخلع من مكانها. فانا هغسله كده على قد ما اقدر من جوه، وبعد كده ايه يبقى جزء يغسله بعد كده يعني على المهل، الجزء اللي من بره ده، عشان انا مش بعرف افكه، اخاف لحسن يتكسر مني يعني وكده. بس غسلت الجزء اللي من جوه، وخدت المروحه بتاعته ونزلت بقى ايه فيها غسيل كده بميه سخنه. اهم حاجه الميه السخنه عشان خاطر تدوب الدهون بتكون صعبه في الشتاء، بتكون يعني ماسكة على المروحة بتاعة الشفاط وكده. فعايز مية سخنة تكون يعني ايه، مية تكون سخنة بتغلي يعني، عشان ينضف معاك والدهون اللي فيه تدوب بسهولة وما يتعبكش في الغسيل وكده. بص، انا فصلت التليفون وغسلته غسلة كويسة، نزلت الدهون اللي عليه كلها، وجبت كده البريل بتاعه والاسفنجة ونزلت فيه غسيل كده لحد ما خليت المروحه زي الفل. بصوا انا ركبت المروحه بس ما ركبتش حلو. اول ما شغلت الشفاطه راحت المروحه طارت مني، شايفين الشكل؟ بعد كده رجعت تاني، رحت ركبت المروحه، اتاكدت ان هي ركبت كويس، وبعد كده شغلت الشفاط عشان ما ابقاش عامله نفس شطرت يعني. بس كده خلصت الشفاط. خلصت الشفاط ونزلت كده طبعا على البوتاجاز بتاعي. قلت ان انا بقى ايه، ان الاوان ان انا اشيل الحوامل والعيون واغسل البوتاجاز كله من يعني ايه كله كده. مش الغسيل اليومي، لا انا كل يوم بغسل، والله العظيم كل يوم بيتغسل. بس بصراحه بغسل الغسيل اللي هو اليومي، اللي هو ايه بشيل الحوامل واغسل كده حوالين العيون وخلاص على كده. لكن اليوم ده قلت لا، ده انا لازم اغسله غسله حلوه كله من الجناب ومن والاوكر بتاعته كله، عشان خاطر البوتاجاز بتاعي يرجع كده ينور كده ويبقى نضيف ويكون شكله حلو. فطبعا تحت العيون كان في حاجات كده ماسكه شويه، فكان معايا سلكه ناعمه خالص كنت ضحكه بها حاجات الومنيوم وكده، فكانت ايه ناعمه شويه. فرحت خدتها كده عشان خاطر بس ما يجرحش معايا وكده. وبدات ان انا اغسل المنطقه اللي هي فيها الحاجات مكان العيون محدده وكده. فقلت ان انا ايه خدت شويه بريل ونزلت فيه كده غسيل لحد ما خليته زي الفل زي ما انتم ما شايفين كده. وغسلت العيون بتاعتي ونشفتها كده كويس. وبعدين بدات ان انا كده ايه ارجع كده شكل البوتاجاز بتاعي زي ما كان، وغسلته كمان من الجناب يعني ما نسيتش الجناب بتاعته والغطا من بره ومن جوه. بصوا خليته زي الفل. بس انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم يعني وكده عشان الفيديو ما يطولش كده.